السلام عليكم، مرحبا بكم في جربتها قبلك. اليوم جبت لكم وصفة مميزة بزاف، ماشي اي بيتزا عادية وانما بيتزا على شكل نجمة بعجينة يابانية قطنية بالحليب، تبقى طرية وتذوب في الفم حتى ثاني يوم. الوصفة سهلة مبتكرة والنتيجة مبهرة. خليكم معايا خطوة بخطوة وتشوفوا كيفاش تقدروا تحضروها في البيت بكل سهولة. نبدأ على بركة الله بالمقادير. لدينا 3 كؤوس من الفارينة، كأس من الحليب الدافئ، ملعقة كبيرة خميرة خبز، وملعقتين كبار من السكر، وملعقتين من الزبدة الطرية. طريقة التحضير: أولا نخمر الخميرة مع السكر مع القليل من الحليب الدافئ لمدة 5 إلى 7 دقائق. ثانيا نحضر السر الياباني تانغ زونغ. في كسرونة نضع ملعقتين كبار من الفارينة ونصف كأس من الحليب، نحرك فوق نار هادئة حتى يتحول القوام كريمي كثيف. بعد ذلك ننزعه ونخليه يبرد قليلا. بعد ذلك نحضر وعاء نضع فيه 3 كؤوس من الفارينة وملعقة صغيرة من الملح وملعقتين من الزبدة، ثم نضيف لهم خليط الخميرة، ثم نضيف باقي الحليب ونقوم بالعجن. أخيرا نضيف خليط تانغ زونغ ونقوم بالعجن. بعد العجن نتحصل على عجينة طرية مرنة وما تلصقش. الآن التخمير: نغطي العجينة ونخليها تخمر حتى يتضاعف حجمها حوالي ساعة. بعدما تخمر العجينة نسطحها بشكل دائري عادي. ثم نقطع العجينة إلى دوائر صغيرة. بعد ذلك نأخذ سكين نقطع من الأطراف 8 شقوق صغيرة متساوية مثل أشعة الشمس.